بما ان النهارده نهايه الاسبوع، فقررنا انا والشباب اللي احنا نتجمع علشان نقضي اليوم في واحده من اجمل البحيرات اللي موجوده في ولايه بافاريا. فيلا بينا نشوف اليوم هيمشي ازاي. ننزل بقى الطريق ده كله من ورا لحد ما ننزل للبحيره ورا هنا. وصلنا الحمد لله وركننا العربيه ونخش على البحيره جوه على طول. يا الله، ده هو اللعبه كله في الميه. لا ازاي مش هتنزل الميه يا ابني؟ المشكله ان المكان كله مليان ناس لان النهارده يوم السبت. ما صدقنا لقينا المكان اللي احنا قعدنا فيه ده ستاند اب بورد اور بادل بورد. الموضوع طبعا عشان مانوال هيطول شويه، هياخد وقت، بس كله رياضه بقى، كله رياضه. ده بينفخوا دلوقتي هو هيوريه. انا اول مره شفت الستاند اب بورد ده في باتوميك ريفر، نهر الباتوميك ده النهر الفاصل ما بين الستيت فيرجينيا وما بين واشنطن دي سي. دي كانت اول مره شفته هناك، كان بيتاجر عشان الميه هناك هاديه، وكان عاجبني جدا لان هو كان واخد فكره البونسوار. كان عندنا في حاجه اسمها بونسوار في اسكندريه بس كان خشب كانوا بيقفوا عليه، بس هو يعني رياضه لطيفه جدا، بالانس بتعمل عليها يوجا. جايبين معانا بقى شويه مسليات هناك اهي. دلوقتي يا شباب احنا خلاص طلعنا من الميه. اسلام خدنا وعملنا مغامره جوه الميه وعدينا الناحيه الثانيه ولسه طالعين من شويه. طبعا الواحد بقى طلع من الميه ميت من الجوع، عايزين ناكل اي حاجه، فمستنيين اسلام وبيقول لنا اللي هو مجهز مفاجاه هناك، فهنشوف يا ترى اسلام مجهز لنا ايه. واحنا موجودين هنا حاليا والشمس بتغرب هناك اهي. المفروض ان في هنا مطاعم بس احنا مش هناكل هنا وهنروح المطعم عند اسلام، مع ان الشمس هنا بنبقى مفتقدينها طول الصيف، بس سبحان الله لما الصيف بيجي والشمس بتطلع بتحس ان هي طالعه فوق راسك بالظبط. وطبعا مش هتصدقني لو قلت لك ان دلوقتي الساعه 8:30 والشمس لسه طالعه 8:30 الظهر، وده التوقيت الصيفي هنا في المانيا. دايما النهار بيبقى طويل جدا، يعني ممكن الشمس تبدا تروح خالص مثلا على الساعه 10 بالليل. ايه رايكم في الاجواء يا شباب؟ واسلام اهو، اسلام اللي عليه طلعت الاكل بتاعت النهارده لان احنا طالعين من الميه واقعين بمعنى الكلمه من الجوع، ميتين جوع. فاسلام قال لي ما تاكلش هنا، تعالى عندي المطعم هناكل اكل تايلاندي. يلا بينا نشوف اسلام هيعمل لنا ايه النهارده. خلاص خلصنا اليوم كان جميل، نزلنا الميه وانبسطنا، ودلوقتي بقى جه الوقت ان احنا نرجع تاني البورد بتاعنا في مكانه. هو ليه الشنطه بتاعته، هو احسن حاجه فيه ان هو اير، بيتملى هواء، فمساحته بتبقى صغيره وبيقدر يتخزن في العربيه وفي البيت. غير كده ما اقدرش اخده معايا لان هو زي ما انتم شايفين فوق 3 متر، يعني تقريبا 3 متر طول. فاحنا اول حاجه بنسيبه بنحاول نشفه من الميه. هو ما نشفش قوي بس نعمل ايه بقى النهارده عشان جينا متاخر. هو في مكانين لتفريغ الهواء هنا، وهندوس الزرار، معلش الصوت هيبقى عالي. دلوقتي هو خلاص كده هيبتدي لوحده ينزل. عايزك بلحه؟ لا يا احمد. ايه ده؟ بلح؟ صعيدي وبتاع يا عم احسن ناس الصعايده، احسن ناس الصعايده واحلى بلح الصعايده يعني. بس ده بلح تونسي. بجد والله؟ تركي ولا تونسي؟ تونسي او تونسي انت مش عارف، بس هو بلح حلو. وبنبتدي نعمل له باكينج، نلفه يا معلم اهو. وهنا دي فيه البروتكشن بتاعت الزعانف دي، الفنس. بس احنا المره دي نسينا حاجه. نسينا نشيل السيفتي دي. السيفتي دي مهمه قوي خصوصا في البحر، يعني هنا في الليك مش مهمه لان مفيش طيار. لان هو مشكله ان انت لو في مثلا الجو ساقع، انا كنت بطلع بيه البحر بيبقى فيه طيارات، الميه بتسحبه، لو وقعت تلاقيه راح طار منك بعيد. هي بتبقى خطر لو الميه ساقعه او انت جوه خالص، بتخش جوه اعماق. انا في البحر ممكن اخش لحد 3-4 كيلو جوه خالص من شويه. لا انا بخش اكتر، انا لوحدي 4 كيلو، بشوف الشط خط فبيبقى خطر شويه. بس تمام كده بقى نحطه جوه الشنطه بتاعته. اسلام ان شاء الله ناوي ينضم للسوشيال ميديا يا شباب على فكره. ناوي ابتدي يعني اعمل محتوى، يا رب عايز افيد الناس. وكده يبقى في مغامرات وطلعات والحاجات دي. طبعا عشان انا يعني انا كنت مجنون، انا عقلت دلوقتي بس يعني بس هو كان لاسع يا شباب زمان. كنت سكاي دايفنج، بنط باراشوتات، جبال طالع، بحب السبورت جدا. اول لما يعمل القناه بتاعته هسيبها لكم على طول وهعرفكم على طول يا شباب. استنوا اسلام جاي كده. خلاص لمينا الحاجه وجاهزين اللي احنا نتكل على الله، وخلاص الشمس نزلت اهي والاجواء بدات تبقى خلاص ليليه. هنتجه دلوقتي على المطعم بتاع اسلام. واحلى حاجه بقى انت بتركن العربيه هناك، هنا تنزل على طول الشط قدامك هناك اهو. احنا دلوقتي رايحين على الباركنج ناخد العربيه. وين السياره حبيبي؟
التحفيل يا باشا. نروح مع بعض نغسل العربية دي. تعال عندنا في جمونت. جموندي فيها مغسله حلوه فعلا. أنا بحب جمونت. اسلام مكسوف يا شباب، مش بيطلع في فيديوهات كتير. عشان عندي رهبة الكاميرا لازم تطلع منها. زي ما الألمان بيقول لك ايه؟ ألي أنفانج إست شفيرك. يا عم سهل الاحوال يا رب. بافاريا الجميل. يا ترى بافاريا بتشتهر بي ام دبليو؟ وصلنا يا شباب خلاص المطعم بتاع اسلام، واسلام ماشي هناك اهو كله ثقه. بص اسلام الثقه اللي فيه. مكان هو أنا عشان باقي كل يوم صعب مكان. كل الناس دي عارفاني. حب ايش المدير. رز خلطة. ده رز بالخلطه وبالايه؟ السجق. وبالسجق. فراخ. انت جاي تهزر انت. وده الشطة هنا احنا عاملينه هنا، احنا اللي مصنعينه هنا. نحلة دي ولا ايه؟ ندوق. قول بسم الله. خلصنا خلاص، واسلام جاب لنا السماعات، عامل لنا جو جميل جدا، وخلاص قعدنا قعده هدوء وشربنا كوبايه الشاي، ودلوقتي قاعدين مشغلين شويه اغاني هاديه، هنقعد نستمتع بالاجواء دي ونشوف بعد كده هنعمل ايه. It was a nice day. Das war eine schöne Tag. نروح نوصل محمد دلوقتي البيت، وبعد كده اسلام هيوصلني. اسلام عايش في المدينه اللي جنبي، بيبعد عني مثلا حوالي 15 دقيقه مثلا، فلما بنحب نتقابل على طول يا باخد القطر يا باجي بالعربيه، مفيش 10 دقايق 15 دقيقه بالكتير وبنبقى هنا. ده Whatever. عشان انت تعرف تطلع يعني خليك. سلامة. وده كان اليوم بتاعنا بكل تفاصيله، من غير ترتيب كتير ومن غير مونتاج كتير. صورنا معظم تفاصيل اليوم بطريقة عشوائية وشاركناها سوا. اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. سلام.